ليه دايمًا بعد أي مشكلة أسهل حاجة على بُقنا إن إحنا نقول يالّا نتطلّق؟ ليه دايمًا فكرة الانفصال بقت سريعة في بيوتنا؟ ليه دايمًا فكرة إن أنا عايزة أتغيّر، مش عايزة أتغيّر، هو ده طبعي وهنكمّل على كده أو نتطلّق؟ الأمان النفسي كُلّنا بندوّر عليه، فده دايمًا اللي الراجل بيدوّر عليه والست كمان بعد العلاقة بتدوّر عليه. الأمان النفسي يعني إيه باختصار؟ يعني أنا أبقى قاعد في حياتي مبسوط، مستقر، مش حاسس بتهديد، مش حاسس بفراغ، احتياجاتي مُلبّاة، حاسس إن أنا ليّا شريك قادر أتواصل معاه، قادر إن هو يسمعني، قادر إن هو يتكلّم معايا. لمّا بازعل هو بيعمل pause كده ويستنى ويشوف الزعل ده إيه، مش أنا لمّا بازعل وأعلى هو كمان بيعلى معايا. هنا المفروض بنتكلّم بكل أريحية في كل مشاكلنا. طَب يا ترى بنتكلّم فيها إزاي؟ بنتكلّم فيها وإحنا مشدودين، وإحنا بنعلّي صوتنا على بعض، وإحنا الاتنين مهددين بمين يكسب المعركة. هل إحنا داخلين أصلا نحل مشكلة ولا داخلين إن إحنا نتحدى بعض عشان نشوف مين فينا هيكسب المعركة دي، مين الصح ومين غلط؟ وللأسف هو ده اللي بنقع فيه داخل بيوتنا كلها، إن أنا ببقى داخل أتكلم وأعبر عن نفسي، بدل ما أعبر عن نفسي صح بهد المعبد.